صباح الخير، يوم جديد يا رب يكون خير جميعا علينا يا رب. روتين ان شاء الله. النهارده هننضف فيه البوتاجاز وهنلمع خشب المطبخ وهنغسل شويه مواعين كده حلوين، وهقولك على ماده التعقيم اللي انا دايما بستخدمها في مطبخي، امنه تماما وموجوده في كل بيت وسعرها على قد ايدينا وغير ضاره نهائي. لو اول مره تنوروني في قناتي انا رضوى اسراج، ولا تنسوا اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. يلا قبل ما نبتدي فيديو النهارده يا ريت نصلي على الرسول في الاول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. صحيت الصبح وديت الولاد المدرسة وجيت زي ما انا كده بلبسي زي ما انتوا شايفين، ولبست مريالة المطبخ ودخلت على الكارثة اللي كانت حاصلة فيه. كان يضرب يقلب المواعين في كل حتة على ترابيزة المطبخ وعلى الحوض، والبوتاجاز ما كانش نضيف. طبعا مش مني لان انا ايدي فيه على طول، وبيجي لي حالة نفسية جدا لما بيكون المطبخ تحديدا دونا عن الشقة كلها مش نضيف. المية طبعا قطعت من قبليها بليلة من ساعة الغدا. طبعا دي مواعين غدا وعشاء، الولاد كوموا لي مواعين قد كده. قمت على كارثه والبوتاجاز ما كانش نضيف، فاشتغلت على طول زي ما انا كده. جبت سلك المواعين، بحب سلك المواعين ده قوي قوي اللي هو الناعم، ما بحبش السلكه الستانلس اللي هي اللي كلكم عارفينها دي لانها بتلمع الالومنيوم، لان معظم المواعين كانت حلل الغدا بتاعت امبارح، وطبعا كوبايات واطباق العشاء. بس انا في الحته دي كنت مأمنه نفسي لان انا متعوده اروح المدرسه كل يوم الصبح واجي اطبق على الغدا، فكنت مأمنه على الغدا اوريدي كان معمول وما كنتش محوشه ميه، فتكوم عليا بقى المواعين والبوتاجاز زي ما انتم شايفين. انا نمت الحقيقه بدري، قمت على الكارثه دي. الولاد كانوا مكومين لي كم مواعين مش طبيعي. كنت بشتغل بسرعه جدا وما رضيتش اغير هدومي لان انا بعد ما اخلص هنزل على طول اجيب الولاد من المدرسه. واخيرا خلصت كوم المواعين اللي كان يعني فعلا يجيب لاي حد حاله نفسيه لما يخش المطبخ. خلاص بقى صفيت المواعين كلها وبدات اجيب السلكه وبالصابون وادعك الحوض كويس قوي قوي مكان المواعين. بحب ان انا في الاخر اغسل الحوض، وهقول لكم بقى على الحاجه اللي انا بستعملها لتلميع الحوض وتعقيمه. ماده طبيعيه جدا، ما فيش اي حاجه فيها تضرك او تضر صحتك ولا ايدك ولا اي حاجه. هاتي بقى بخاخه يا ست الكل وضيفي فيها شويه خل خام، خل بدون اضافه لا ميه ولا اي حاجه عليه. وابدأي بقى بعد لما تخلصي المواعين ضيفي الخل على الحيطان في كل حتة وعلى الحنفية وعلى الحوض، هيخلي الحوض يبرق معاكي ويتعقم. وطبعا هقول لكم واحنا شغالين برضو الخل هنستخدمه في ايه. عاوزة اقول لكم الخل ده اكتر حاجة بتكون مهمة جدا بالنسبة لي في المطبخ، مادة تعقيم قوية جدا وطبيعية ومفيش منها اي ضرر. ما شاء الله خلت الحوض بيلمع وزي الفل، وكمان عقمته. ورحت داخله على رخامه المطبخ برضو. هو انا الحقيقه ما بسيبش المطبخ يعني يوصل لدرجه انك تتعبي في شغله، يعني ايدي فيه على طول، لكن لما الميه تقطع واقعد يومين كده ويتكتل عليا طبعا لازم مش هيكون نضيف وهيكون فيه مواعين ودهون مكان طبعا الاكل والولاد والفطار والغدا والعشاء وكل الحاجات دي. فطبعا رخامة المطبخ اساسية لازم تتغسل كويس قوي قوي، والميكرويف برضو قلت بالمرة يلا ايه انجز في الوقت. طبعا كنت بشتغل وانا مكشرة زي ما انتم شايفين لان انا كنت متضايقة زي ما قلت لكم، بتضايق جدا وبنزعج لما بيكون المطبخ عندي في كم مواعين ومش نظيف ومليان دهون والحاجات دي كده، خصوصا بقى البوتاجاز تعبني قوي. هنغسله مع بعض دلوقتي. خلاص انا بقى غسلت الرخامه بالصابون ودعكتها بالسلكه كويس قوي قوي قوي، وبرده الميكروويف والحيطه اللي كانت على الرخامه من فوق. بعد كده جبت برده بخاخه الخل. هنستخدم الخل النهارده، هو بطل الحلقه في تعقيم كل حاجه. هتدعولي على بدون بقى ما نجيب حاجه كيماويه من بره ما نعرفش بقى اذا كانت مضره على صحتنا ولا لا، او في ناس ممكن تبقى تعبانه في صدرها مش بتتحمل الروايح دي، بتبقى روايح بتاعتها نفاذه جدا فبتتعبها. فدي حاجه طبيعيه ورخيصه وفي بيتك مفيش منها اي ضرر، وبجد ماده تعقيم قويه جدا جدا. كمان في الخضار والفاكهه لازم نغسل كل حاجه بالخل. خلصت بقى الرخامه وعقمتها وعقمت الحيطه والميكروويف ودخلت على البوتاجاز. البوتاجاز طبعا مكان تأمير العيش والاكل والدهون، كان حاجه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بدأت بقى اشيل الحوامل والعيون عشان اضيفها في ميه سخنه، انقعها شويه كده عشان تبقى سهله عليا. بصوا بقى اقول لكم على تكه، لو البوتاجاز عليه بقى رز وعليه مكان الاكل اوعي تغسلي على طول بالليفه، لا هاتي في الاول فوطه لمي كل الحاجات اللي عليه في الاول كده قبل ما تضيفي الميه السخنه
وماده التنظيف اللي هتنضفي بيها. انا الحقيقه ما بحبش استخدم بقى لا الفلاش ولا الحاجات اللي هي بقى المواد الكيماويه اللي بتتجاب من بره، لانها مع الوقت بتاثر على لون البوتاجاز. خدوا بالكم، فعلا بتخلي اللون ذات نفسه بتاع الاستانلس تحسي كده ان البوتاجاز مطفي مهما تعملي فيه. على فكره هو بوظ لي الازاز بتاع البوتاجاز. الفرن كنت بقدر اشوف الحاجه من جوه، لكن استخدمته معرفش، حسيت ان الازاز ما بقتش اشوف حاجه منه، يعني عمل طبقه كده عليه فما حبيتهوش. فبعمل بقى ايه؟ خلطه حلوه قوي لو الدهون يعني على اخرها. طبعا انا كنت عامله معاكم فيديو تنظيف البوتاجاز والخلطه دي، هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. لكن انا كان البوتاجاز مش نظيف قوي، يعني كان نص ونص، حاجات بسيطه كانت عليه. فجبت شويه صابون اللي هو الفيري او البريل، وبدات ان انا اضيف ميه سخنه مغليه كده عشان ادوب الدهون وادعك بالسلكه، وبعد كده امسح بفوطه المطبخ. هيكون معايا زي الفل، برضو من غير ما نستخدم مواد كيماويه ولا كل الحاجات اللي انتوا بتسمعوا عنها دي. في ناس بتحبها الحقيقه وبتجربها كتير، بس انا مش عاوزاكم تجربوها بصوره مستمره. لما يكون الموضوع يستاهل، يعني بوتاجاز على اخره من الدهون، استخدمه، هيسهل عليكي. لكن مش على طول، مش على طول، لان فعلا هيبوظ لك البوتاجاز وهيبوظ لك الطلاء بتاعه واللون. هتلاقي مع الوقت بهت كده وما بقاش فيه لمعه ومش حلو. خلاص بقى هنعقم برضو بالخل. ادي بقى كده رشة حلوة بالخل الخام على البوتاجاز في كل حتة وعلى العيون وعلى الازازة، ولمعي. هتلاقي بقى لمعة غير طبيعية، هوريهولكوا بعد لما نخلص. وعقمناه وريحته الحقيقة جميلة، يعني انا بحب ريحة الخل قوي. طبعا بنستخدمه في الاكل، احنا بناكله فمفيش منه اي ضرر يا جماعة. وعقمنا البوتاجاز والرخامة والحوض وكل حاجة. تعالوا بقى نغسل الحوامل بالسلكة والصابون. برضو انا ايدي في البوتاجاز على طول، فمش هتلاقي الدهون متراكمة زيادة عن اللزوم، ما تعبنيش يعني. لكن ما تسيبيش الدهون تتراكم عليه، خدي بالك من الموضوع ده، عشان الحاجة في ايدك اللي هتاخد نص ساعة لو هي مش متراكمة هتاخد 5 دقايق 10 دقايق. لازم يكون ايدينا في المطبخ على طول، لان طبعا المطبخ لا غنى عنه. كل حياتنا يعتبر بنقضيها في المطبخ، اكل وشرب فطار غدا عشاء، لازم تبقى ايدينا على طول في المطبخ. هنبدأ بقى نغسل الحوامل بعد ما نقعتها في المية المغلية شوية. هتطلع معاكي الدهون من عليها زي الفل. شايفين بالسلكة طبعا الخشنة، انا بقى عاملة بعمل السلك الناعم للمواعين، ما بستخدمش ابدا السبونج مع اللي هي بتاعة البوتاجاز للكوبايات والحلل والكلام ده، كل حاجة ليها حاجة. فانا يا دوبك بستخدم السلكة الستانلس وبرميها، اسفة السلكة الناعمة وبرميها. والسلكه الستانلس بخليها والسبونج بتاعتها للبوتاجاز، عشان الدهون ما ينفعش اغسل بيها كوبايات واطباق. وطبعا لازم تعقميها ولازم تبقى جافه. كل شويه برضو تغيري السبونج لانها بتبقى حامله للبكتيريا، خدوا بالكم من الموضوع ده. يعني مثلا في الاسبوع ممكن تغيريها مرتين 3، لازم ما دام هي سعرها مش غالي. غسلت بقى حوامل البوتاجاز والعيون وصفتهم على فوطه على رخامه المطبخ لحد لما جفوا شويه، وبعد كده نشفتهم وبدات ان انا ارصهم على البوتاجاز. الله بقى على اللمعه. بحب قوي البوتاجاز بعد لما اعقمه بالخل، بحس ان هو عامل زي المرايه، ممكن تشوفي نفسك فيه من جماله. مش هتلاقيه مجير، مش هتلاقيه يعني مش واضح قوي. يعني بصي كده هتحطي ايدك عليها تحسي ايدك باينه. كان لامع الحقيقة وريحته جميلة جدا جدا. بدأت أمسح الحوامل، ما تعبنيش وما خدش وقت معايا، بس كمية المواعين هي اللي كانت مضايقاني، كانت كتير جدا زيادة عن اللزوم، والمعالق والسكاكين حاجة بجد كانت فظيعة. شايفين اللمعة ما شاء الله. بعد ما خلصت البوتاجاز دخلت على خشب المطبخ على طول. طبعا كان الوقت أزف بيا وكان ميعاد خروج الولاد، قلت انجزه كده في السريع. انا كنت عامله معاكم فيديو قبل كده لتنظيف المطبخ والخلطه المميزه جدا اللي انا لمعت بيها مطبخي وشلت الدهون الصعبه من عليه وجددته من اول وجديد. على فكره ده مطبخ جوازي، يعني بقاله سنين ولسه محتفظ بنفسه كده وابن حلال، بسبب الماده برضو ان انا جبتها من عند الموان، سعرها مش غالي نهائي. استخدمتها وادتني لمعه جميله وحافظ عليه حقيقه بقاله سنين. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف، لو مطبخك قديم ولا حاجه تقدري تجدديه بالطريقه دي، ولا هيكلفك حاجه ولا هتضطري تجيبي حد.
بصوا بقى، دي مادة أنا كنت جايباها بتلمع الخشب بتاع أوضة النوم أو السفرة. لما أكون عاوزة ألمع كده على السريع، برضو خشب المطبخ بستخدمها. بس في الأول لازم تجيبي فوطة مندية تمسحي أي ترابة كده خفيفة من عليها عشان المادة دي تثبت على الخشب. بعد لما تمسحي بفوطة هتضيفي المادة وتلمعي. شايفين بقى اللمعة؟ بجانب طبعا المادة اللي أنا جبتها من عند الموان لمعت لي الخشب بتاع المطبخ بالطريقة الحلوة دي. وخلاص انا كده انتهيت، لمعت كل خشب المطبخ من فوق ومن تحت تنظيفه كده على السريع. ولازم برضو يا جماعه بجد تكون ايديكوا على طول في المطبخ، ما تسيبيش ابدا لا دهون تتراكم عليكي ولا اي حاجه عشان ما تتعبيش، ولا كمان يكون حشرات ولا اي حاجه، خصوصا في فصل الصيف. شايفين؟ بلمع الاول بالفوطه المنديه واشيل اي ترابه خفيفه، وبعد كده بضيف الماده دي وادي تلميعه حلوه. وهتلاحظوا جدا في الكاميرا الفرق ما بين الجزء اللي ضفت عليه ماده تلميع الخشب والجزء التاني. على فكره ملهاش ريحه نهائي ولا مضره، ممتازه. بتروحي عند الراجل بتاع المنظفات بتقولي له عايزه ماده تلميع الخشب. وخلاص انا كده انتهيت. يا رب اكون افدتكم النهارده وكان الفيديو سريع وخفيف. ما تنسوناش في لايك وشير والاشتراك في قناتي. استنوني في حلقات جايه كتير.